تعرفوا ان الاوجمنتين ما بقاش يجيب نتيجه؟ وكتير من المضادات الحيويه بسبب ان احنا بناخده في اي حاجه. كل واحد يجيله دور برد حتى يجري ياخد اوجمنتين او ياخد هايبيوتيك او اي نوع مضاد حيوي، ولا هو فاهم الفرق بين الانواع، ولا هو عارف الدور اللي عندك ده محتاج مضاد حيوي ولا لا. بنسبه 90% مش محتاج مضاد حيوي، مهما كنت سخن ومهما كان في احتقان انت مش محتاج مضاد حيوي. فكتر استهلاكنا للمضادات الحيويه بينا نعمل المزرعه تطلع ولا نوع مستجيب. ليه؟ احنا الدوله الوحيده اللي عندنا مقاومه البكتيريا عاليه جدا بسبب ان احنا الدوله الوحيده اللي متاح للشعب يروح يجيب دواء من نفسه. في اي دوله بره لازم روجيتا ولازم دكتور. فاحنا استهلاكنا للمضادات الحيويه كتير بدون داعي. الميكروبات بقت عارفه المضاد وعارفه ازاي هي تقاومه، والمضاد الحيوي نفسه ما بقاش يجيب ايه؟ نتيجه، عشان خاطر استهلاك واستنفاذ للمضادات الحيويه على الفاضي وعلى المليان، في اللي يستدعي واللي ما يستدعيش. لان بقى اللي بيقول يستدعي مين؟ انت المواطن اللي مش دكتور. انت اللي شايف نفسك تعبان فتجري تجيب مضاد حيوي. وكمان ما بتاخدش كورس، يعني يا ريتك بتاخد كورس مضاد حيوي، بتاخد حبيتين معلقتين. المضاد الحيوي يا كورس يا مش كورس، يعني ياخد كورس حسب المرض وحسب نوع المضاد، 3 ايام او اسبوع او 14 يوم حسب المرض، والدكتور بيحدد بالظبط المده اللي بناخد فيها المضاد لازم اكملها لاخرها. ده في ناس بتاخد مضاد بدون داعي، اقول لهم كملوا، ادام بداتوا غلط كملوه برضه عشان ما احرقوش. يا رب المعلومه دي توصل.